بسم الله ما شاء الله. احنا محتاجين ايه بعد اكلة الفسيخ بقى والرنجة؟ محتاجين حاجات نحلي بيها ونرطب بيها عشان مش قادرين، والجو كمان النهارده حر جدا جدا جدا. معاكي اللي هو الكنتالوب او اللي هو الاناناس اللي هو الصغير دوت. طبعا معانا حاجة ساقعة عشان نرطب على قلبنا. عندك سيفن ماشي، عندك بيبس ماشي، اللي عندك ايه حطيه، مفيش اي مشكلة. ايه، حبة بقى ترمس لو عندك، حبة لب لو عندك، الكلام ده كله. طبعا الكابوتشا او الخاص احنا طبعا كلنا مع الاكل، يعني بعد الاكل كده. فطبعا ايه حاجة بقى نحلي بيها كده ونروق على نفسنا ونروق على حالنا وندلع نفسينا. حاجة خفيفة وسهلة وبسيطة، بأقل حاجة عندك في البيت تقدري تعمليها حاجات كتير. تمام كده. بصوا كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حلو جدا. وقطعيه تقطعيه وتحطيه في التلاجة. عايزة تعمليه باللبن والزبادي مفيش مشكلة، زي الزبادي وكده. عندك فراولة ماشي، عندك جوافة ماشي. ممكن تعملي حاجات يعني عصاير. عايزه تعملي مثلا حاجه كده ماشي، مفيش اي مشكله. عندك جوافه، ممكن لبن وكوبايه زبادي تعملي زبادو. ممكن فراوله وزبادي ولبن تعملي بردك زبادو. ما عندكيش زبادي خالص، عندك اعملي عصير. ما عندكيش لبن بردك اعملي عصير بالميه وزودي له حبه سكر. اي حاجه تتعمل يا جماعه، اهم حاجه ان انت تعملي، ممكن تعملي اي حاجه، المهم ان انت تعملي حاجه مثلا خفيفه وبسيطه وسهله جدا. ما عندكيش، عندك حبه اي فاكهه او تقدري تقطعيها كده وتحطيها بردك، يعني حاجه سهله وبسيطه. مش محتاجين ايه حاجه كتيره، ولا نكلف نفسنا ولا نعمل اي حاجه. عندك حاجه في البيت سهله وبسيطه انت تقدري تعملي اي حاجه يا جماعه. حبه فشار، اعملي حبه فشار، يعني بصوا اي حاجه تقدري تعمليها في البيت. عندك لف الجلاش، عندك اي حاجه، اي حاجه تقدري تعمليها وانتوا قاعدين كده. طبعا داخلين على ايام الامتحانات بقى وعايزين نروق على نفسينا.